السلام عليكم. هنعمل النهاردة بسكوت شاي اقتصادي سهل جدا، مش هياخد في ايديكم اي حاجة، ومكوناته كلها موجودة في البيت. بس قبل ما نبدأ الفيديو ما تنسوش تشتركوا في قناتي وتفعلوا الجرس عشان توصلكم كل وصفاتي. يلا بينا نخش على الطريقة. عندي المكونات بتاعتي: كوبايتين ونص من الدقيق، نص كوباية من السكر البودر، معلقة كبيرة بيكنج باودر، 2 بيضة، فانيليا، نص كوباية سمنة على زيت، وما كانش عندي فاستخدمت زبدة. هنحط المادة الدهنية وعليها السكر البودر، وهنضربهم مع بعض كويس لحد ما لونهم يبقوا فاتحين. تقدري تستخدمي المضرب اليدوي عادي، وتفضلي تضربي بيه لحد ما تلاقي المكونات بتاعتك بقت لونها فاتح زي كده تماما. هبدأ انزل بالبيض تدريجي، البيضة الاولى هتختفي، انزل بالبيضة التانية واحط عليها الفانيليا. همزج المكونات كلها مع بعض لحد ما تختفي خالص البيض والفانيليا، ولونه يبقى فاتح معايا، برضو لونه هيفتح كمان عن كده شوية زي كده تماما. هجهز بقى المكونات الجافة بتاعتي، احط الدقيق عليه البيكنج باودر واقلبهم مع بعض كويس، واحط الدقيق تدريجي على المكونات واقلبهم، الدقيق يختفي ازود الكمية بتاعتي، وهكذا لحد ما العجينة تبدأ تتماسك معايا. هشيل الاسباتيولا والم بايدي بقى. البسكوت مش محتاج عجن زي البيديفور والغريبة، مش محتاج اي عجن، يدوب بنلم العجينة بس عشان احنا مش عايزين نفعل فيها الجلوتين. كده العجينة بقت تمام معايا. هبدأ ان انا اشكلها، تقدري تحطيها على ما بين كيسين وتفرديها بالنشابة وتقطعي بأي قطعة عندك، حتى لو كوباية، وش الكوباية تعملي بيها دواير وتخرميها كده بالشوكة، هتطلع معاكي جميلة. بس انا حبيت اجرب القمع بتاع البسكوت. عملته بقى كده صوابع كده بالكيس الحلواني. طبعا هي العجينة معايا بتبقى قاسية شوية، ما بتبقاش طرية قوي. فتقدري ان انت زي ما قلتلك تفرديها ما بين كيسين وتقطعيها باي قطعة عندك، هتبقى اسهل معاكي كتير. انا كان عندي المكبس بتاع المعمول والبسكوت، استخدمت برضو، عملت بيه اشكال تانية، بيبقى جميل برضو وسهل قوي. بس مولعة الفرن بتاعي على درجة حرارة 180 وانا شغالة عشان يبقى سخن، ودخلت فيه البسكوت. هو اخد حوالي ربع ساعة، ولعت عليه الشواية، اخد لون من فوق. ريحته جميلة جدا وسهل وحلو قوي، للمدارس، للفطار، سناكس كده حلو للولاد. جربوه بجد هيعجبكم، وسريع مش بياخد وقت خالص، وطالع مقرمش وجميل. مع الشاي بلبن بقى كده، او كوباية شاي عادي، يبقى تحفة. لو اتفرجتوا في الفيديو لحد هنا، شكرا لكم بجد. ما تنسوش تحطوا لي لايك وتقولوا لي رأيكم في الوصفة.